السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى تعالي هقولك على أحلى طريقة تعملي بيها الملوخية الخضراء. ازاي نفرزها بأحلى وأسهل طريقة، بجد طريقة تعيش معاكي من السنة للسنة. الملوخية تطلع معاكي خضراء وزي الفل، وبأسهل طريقة من غير مخرطة بقى. بصوا يعني المخرطة ده جو ستي وستك، لا احنا مش عايزين المخرطة عشان هي صعبة. احنا عايزين طريقة اسهل من كده، والطريقة اللي هقولك عليها النهاردة هتطلعها لونها اخضر فريش وجميلة، وتقعد عندك فترة طويلة في الفريزر من غير ما يتغير لونها ومن غير ما يتغير طعمها، وبأسهل طريقة ممكنة. هنعملها بالهاند بلندر او ممكن كمان بالخلاط. جربت برضو الطريقة دي بالخلاط، جميلة جدا. احنا بس هنستخدم النهاردة الهاند بلندر، هو المتاح معانا النهاردة. عندنا هنا الملوخية هتخرطيها، وبعد ما قصدي هتقطفيها. بعد ما هنقطف الملوخية هنشطفها كويس جدا، وهتصفيها كده شوية في المصفى، تمام. وبعد كده هنسخن حلة كبيرة على النار، نحط فيها مية حسب كمية الملوخية اللي انت هتعمليها، اوكي. ولما المية تغلي هناخد الملوخية ونسقطها في المية مع بعض. يلا بينا نشوفوا هنعمله ايه الخطوة اللي جاية. الوصفة بتاعتنا مكوناتها برضو بسيطة جدا، يعني الملوخية وشوية كربوناتو، نص معلقة كربوناتو صغيرة، تمام، ونص ليمونة، بس كده. يبقى الملوخية هنحتاج نص معلقة صغيرة كربوناتو، نص ليمونة، وممكن رشة سكر بسيطة خالص. هما الثلاث مكونات دول بس. خلاص المية غلت، يلا ننزل بالملوخية. زي ما قلت لكم انا غسلاها وكانت متصفيه، يعني ما فيهاش ميه. هنزل بيها بقى كلها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لو انت بتحبي الملوخيه تبقى فيها مطه كده، يبقى هتسيبي حته من العرق، مش هتقطعي العرق خالص، هتسيبي فيه حته اللي هي دي، هتسيبي حته كده من كل ورقه عشان هي دي اللي بتعمل المطه. لو انت بتحبيها بتمطي يعني. هنسيب بقى الملوخية كده في المية حوالي 5 دقايق، هتغلي كده غلوتين. اول ما هتغلي هجيب نص الليمونة اللي انا مجهزاها، وهقوم عصرة نص الليمونة، تمام تمام. بصوا بتغلي اهي، بدأت تغلي من الجناب. خلي بالكم عشان ما تفرش منكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بصوا بتغلي ازاي. هعصر بقى نص الليمونة بتاعتي الحلوة. لو في بذر او حاجة وقع هنشيله. احنا عايزينها اللي هو ايه، لما نيجي نحطها كده في الهاند بلندر، احنا بس عايزين نطريها شويه عشان لما تبقى ملزلزه كده، فلما نيجي نحطها في الهاند بلندر ايه اللي يحصل؟
تتضرب معانا وتبقى حلوه، متبقاش لسه جامده، فاهمين؟ فاحنا ايه، عايزينها بس ايه تتسلق كده نص سلقه كده، عشان لما نيجي ان احنا نضربها تبقى كويسه معانا في الهاند بلندر، ويبقى قوامها زي ما احنا عايزين. انا معاكم اهو خطوه بخطوه عشان لما تيجوا تعملوها اهو، انا معاكم خطوه بخطوه من غير ما اجري الفيديو ولا امشيه ولا اي حاجه ولا اوقفه، عشان اللي هيعملها اول مره يبقى مطمن من النتيجه اهو، من غير ما اوقف الفيديو ولا اي حاجه. هي بتقعد على النار 5 دقايق تغلي، هتعصري عصره الليمون بتاعتك الحلوه وتسيبيها تدي كده يا دوبك تكمل 5 دقايق ونطفي النار، وتكوني بقى مجهزه ميه ساقعه في التلاجة، ميه ساقعه كده ايه متلجه، عشان ندي الملوخيه الصدمه، لازم الملوخيه تاخد صدمه، عشان الصدمه دي هي اللي بتحفظها، بجانب رشه السكر اللي احنا بنرشها، هنرشها واحنا بنضربه الملوخيه في الهاند بلندر، هنرش عليها رشه سكر، هو ده اللي بيخليها ايه تتحفظ ولونها يبقى جميل. فالصدمه دي مهمه جدا ان هي تقعد معاكي في التلاجة في الفريزر يعني اطول فتره ممكنه، تبقى معاكي زي العسل ما يجراش اي حاجه. كده خلاص هنطفي بقى النار ونطلع الميه الساقعه من التلاجة، وهنكونوا حاطين المصفى في الحوض، وهنحط على طول هنكب فيها الملوخيه. تمام، هنصفي الملوخيه في المصفى ونكونوا محضرين ميه ساقعه. يلا بينا. شايفين يا بنات؟ خلاص صفيناها. هتجيبي بقى الميه الساقعه كده، بصوا الميه مشبره ازاي كده في التلاجة، تفتحيها يديله ادي اديله كده 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 كده، يديله ادي، بصوا تسجنيها كده ايه، تلسوعيها كده، لسوعيها كده بالميه المتلجه. ماشي، ونسيبها بقى تتصفى كده. تمام، بس مش هنسيبها تتصفى جامد يعني، بصوا هننزل بس منها الميه اللي هي الطبيعيه كده اللي فيها، بس عايزين يبقى فيها شويه ايه، المطه دي عايزينها تبقى فيها ليه، عشان احنا لو سيبناها تنشف جامد مش هنعرف نضربها، فاحنا بنضربها في بالهاند بلندر من غير ميه، ما بنحطش ميه، فاحنا عايزينها تبقى فيها ليونه كده زي ما انتم شايفين. بصوا هي كده حلوه، كده حلوه، لما نحطها في الهاند بلندر ونضربها تطلع معاكي بقى ايه زي العسل، يعني يا دوبك بس هتصفي الميه اللي انت لسه كباها، انما الميه اللي فيها لا، احنا عايزين اللي ايه اللزلزه اللي فيها دي عايزينها. تمام، نجيب بقى الهاند بلندر بتاعنا الحلو الكوز اهو بتاعه، ونحط فيه ثانيه واحده، نحطه ايه بالمعلقه احسن.
خلاص كده حطيناها كلها. بصوا ملزلزه ازاي، بس طبعا ايه مفيهاش ميه كتير، هي بس ايه في اللزلزه بتاعتها كده. وهنضرب، يلا بينا نضرب مع بعض. قبل ما نضرب هنجيب بقى زي ما قلت لكم الكربوناتو، تمام. هنحط نص معلقه صغيره من اللي هي معالق الايس كريم الصغننه، وبرده نص معلقه او معلقه سكر من المعالق الايه الصغننه، لان احنا الكميه بتاعتنا مش كبيره يعني كميه صغننه. نضرب بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين لونها ما اتغيرش ولا اي حاجه، يعني مفيش احسن واجمل من كده واسهل من كده، ولا بقى مخرطه تتعبك ولا الموال الاسود ده، لا لا لا، بجد طريقه سهله وحلوه جدا. انا من اول مره جربتها وانا ما بعملش غيرها. بصوا انا بوريكم، بصوا خطوه بخطوه. بصوا العرق بتاعها جميل، عرقها ولونها وجمالها، بصوا ما شاء الله. هتسيبيها بقى تستهدى. بصوا ضربناها كويس، تضربيها بقى ايه بالقوام اللي انت حباه وعايزاه، ونسيبها كده تستهدى عشان هي دافيه، تسيبها تستهدى شويه. وبعد كده هتكوني بقى مجهزه اكياسك بتاعت التلاجة وتحطيها في الفريزر، تربطيها كويس وتحطيها في الفريزر. يا رب الطريقه تكون عجبتكم. بصوا انا ايمان نصار، لو انت اول مره تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد بنزله ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.